في خطوة تؤشر على التحاقه بركب المقتبلين لرواية الجنرالات بالجزائر، وبعد سنوات من الالتزام المهني بقانون بيعين سبور القطرية، لم يتورع الإعلامي الرياضي لخضر بعيش في المتاجرة برصيده بعد مهاجماته لكرة القدم الإفريقية والمنتخب المغربي بحديثه عن الكولسة ومحاولة التقليل من شأن الإنجاز غير المسبوق الذي حققه أسود الأطلس بمونديال قطر 2022. وخلال مروره بلقاء تلفزيوني على قناة جزائرية، ذهب الإعلامي الجزائري لخضر بعيش إلى أن الكولسة أصبح أمر واقعا بإفريقيا وجميع المنتخبات تلجأ إليها بما فيه المنتخب الجزائري، مضيفا أن منتخب الجيران في إشارة إلى المغرب ذهب إلى كأس العالم بقطر، وأن الكولسة باتت جزءا من التسيير الرياضي. وتابع بريش كل المنتخبات تعتمد على الكواليس في استراتيجيتها، مضيفا نحن أيضا استعملنا الكواليس من قبل، وإذا لم تلعب اللعب يلعب عليك، مضيفا أن الأمر يتطلب شخصية قوية مدركة تعرف القوانين وغيرها، وأن المغرب ذهب إلى المنافسة العالمية بهذه الطريقة. وتابع أن هذه الأمور ليست سرا بإفريقيا بل باتت معروفة، مهاجما منتخبنا الكاميرون الذي قال إنه لم يعرف كيف بلغ إلى كأس العالم، وذلك بعد هزيمته للمنتخب الجزائري، مضيفا كنا في كأس العالم لكن في ظرف 30 ثانية لا نعرف ماذا حدث في المباراة قبل أن يستدرك، لم نعرف كيف نلعب المباراة الأخيرة. وفي محاولة منه للتقليل من شأن الإنجاز غير المسبوق للمنتخب المغربي الذي صنف رابع العالم بمونديال قطر، قال بريش إنه لو كانت الجزائر قد تأهلت فإنها كانت قادرة على تحقيق إنجاز أكبر من المغرب والوصول إلى مراحل بعيدة في البطولة بما فيها المباراة النهائية، مشيرا إلى إن الجزائر كانت تمتلك جميع الإمكانيات لتحقيق النجاح والوصول إلى نهائي المونديال. وبخصوص سبب الإقصاء أمام الكاميرون، أعرب بريش عن عدم فهمه للسبب وراء الإقصاء المخيب، مشيرا إلى أن اللاعبين أو المدرب أو الحكم أو رابطة الكرة الأفريقية الكاف قد تكون لهم دور في تلك الحادثة. وآثارت تصريحات بريش جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وإنه ضرب عرض الحائط. السمعة الإيجابية التي راكمها بدخوله في صراعات كان بعيدا عنه في السابق